السلام عليكم، أنا ريم من ريمز كيتشن، واليوم في سناك الجمعة حنسوي صلصة الطماطم حقة الناتشوز. فطوم هلال، انت اللي عرفتي ما شاء الله أول كومنت. الصلصة دي مرة لذيذة، نفس حقة المطاعم بالضبط. أنا من الناس اللي وانس إنه أنا أبدأ أكلها ما أقدر أوقف. عشان نعرف كيف نسويها خلونا نروح المقادير. حنحتاج طماطم معلبة، تيجي الطماطم بحبتها زي كده. وحنحتاج كزبرة ما هي مفرومة ولا شي، ورق بس. وفلفل أخضر حار، كميته تعتمد على الحرارة اللي انتوا تحبوها. وبصل أبيض ضروري إنه يكون أبيض، لا تستخدموا الأحمر. وتوم مقطع شرايح. كمون بودرة. وشويتين سكر. وآخر شي ملح وفلفل أسود. ودحين خلونا نروح لطريقة التحضير. بيسكلي طريقة التحضير إنه ناخد كل المكونات حقتنا حقت الصلصة ونحطها في الخلاط. حنخلطها على حسب الرغبة، يعني لو تحبوا الصلصة حقتكم تكون سايلة وما فيها قطع طماطم فاخلطوها كتير. لو تحبوا قطع الطماطم تفضل باينة، لا اخلطوها شوية، يعني اضغطوا شوية وسيبوا، اضغطوا شوية وسيبوا إلين ما توصل للقوام اللي انتوا تبغوه. وأنا أحبها زي كذا. وبس بكده حنكون خلصنا فيديو اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا لما تجربوها تصوروها وتبعتولي هي على انستغرام. ترى مرة لذيذة، حتنفجعوا من كتر ما هي بسيطة بس طعمها مرة لذيذ. المقادير حتلاقوها في الانفورميشن كارد في زاوية الشاشة في اليمين. بالعافية عليكم مقدما، وأحبكم جميعا ومع السلامة.